أهل البيت في كما يعبرون عنه مقام الاصطفاء في المرتبة الثانية. مرة الله سبحانه وتعالى يقول ذوي القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، مو المودة للقربى، المودة في القربى. هذا قد مطلق كن يشرح بعدين في القربى. ومرة يجي يقول الباري جل وعلا يقول وانذر عشيرتك الأقربين. الأقربين غير القربى، هاي يسمونها طبقة الاصطفاء الثانية اللي يدخل بها أبو طالب، واللي يدخل بها العباس، واللي يدخل بها علي الأكبر، واللي يدخل بها عبد المطلب، واللي يدخل بها زين. وهذا راح نسأل عنه بالقبر. بالقبر راح نسأل عن المؤمنين وذولا لو مو مؤمنين. هذا اللي قد مطلق وجه الشرح، يعني هذا قد مقام يعني يحتاج إلى تقريبا 12 ليلة حتى نبين ما هو مقام الاصطفاء والاجتباء للطبقة الثانية، مو للطبقة الأولى. بالقبر احنا قلنا هاي المعلومة عندكم أو ما قلناها. بالقبر كثير من الناس يقول يابا أنت أول ما تموت وتدخل بالقبر يسألونك، يقولوا لك عمرك فيما أفنيته ومالك وين صرف؟ مو صحيح؟ لا ما بحكي. المسألة مو كيف ما اتفق. والله عمرك وين خلصت وشبابك بمن أفنيته وأموالك وين صرفتها. هذا وين كلام متأخر. هذا كلام متأخر جدا جدا متأخر. أول ما تسأل عن أصول الدين لا عن فروع الدين. ما يسألوك عن الصلاة والصوم، ما يسألوك عن الحج والخمس، هذا ما تسأل عنه. ما يسألوك ايش كثر غاسل بيت الله، كم مرة أنت حاج بيت الله. هذا متأخر جدا. يسألونك من ربك، أصول الدين. ما يسألونك أنت طالع الجهاد ولا آمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا. يسألونك من نبيك، من إمامك. مقام الإمامة هو مقام القربى ومقام الأقربين اللي داخلين به حتى أهل البيت عليهم السلام دون المعصومين. وهذا لعله بحث طرقناه في باب الحسينيات. تطرقنا إلى بحث ما هو مقام أهل البيت عليهم السلام، المقام الاصطفائي وما هي منزلتهم الاصطفائية. تطرقنا إلى هذا لكن بشيء مقتضب جدا لأن الوقت ما يسمح. وهل انهم داخلون في المقام الاصطفائي او لا، وما هو الدليل؟ وكان الدليل